اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، مساء الفل والهنا والسعاده وكل حاجه جميله يا رب. النهارده بقى كان عندي شويه بتنجان كده، فقلت لازم هم كانوا فاضلين عندي، بس قلت لازم اخللهم بقى، بس بطريقه حلوه قوي بقى بتاعت امي الله يرحمها زمان. الطريقه دي يا جماعه جميله جدا، بحبها قوي. وطريقه البتنجان بتاعتها انا عايزه اقول لك بضمان انها فعلا من اجمل الطرق اللي ممكن تخلي بيها بتنجان وتاكلي منه تاني يوم. يعني هو تاني يوم بالظبط كده هتاكلي منه احلى بتنجان. هتعمليه لنا ازاي النهارده؟ اقول لك النهارده حطيه بس لايك واعملي لي شير، ويلا بينا على الفيديو الجميل الصغنن دوت، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا البتنجان اللي احنا في مصر بنسميه البتنجان العروس، العروس اللي هو ايه، البتنجان الطويل الحلو المقطقط ده. تمام، احنا بنعمله محشي، كنا لسه عاملينه محشي امبارح. والنهارده طبعا هنعمل منه بتنجان مخلل، بس طريقته حلوه جدا، وعايزه اقول لك ولا هيسود منك. وايه السبب انه مش هيسود؟ يلا بينا بقى. هنا عملت البتنجان، شلت القرن بتاعه من فوق بالمقص كده، قطعت الحته اللي هي بتبقى الجزء الطويل اللي فوق دي. تمام، ومش بشيل ابدا الورده اللي فوق دي، بخليها زي ما هي. غسلته وحطيته في ميه كده على حله وعلى البوتاجاز، وسيبيه بقى لما يغلي ويظبط. اهي بصي، النار عاليه خالص، ما فيهاش اي مشكله خالص. انا هسيبه على النار لمده ربع ساعه بالظبط، هتبصي تلاقيه مش استوى كامل، انا عايزاه تلات ارباع سوا. حلو. انا شلت ايه، شلت الحته اللي فوق الورده دي بس، اللي شلتها بالمقص. تعالي بقى نعمل الخلطة بتاعته بتاعة التخليل. خلطة تحفة جدا، وعايزة اقولك جميلة جميلة بجد، من الخلطات الجميلة قوي لمخلل البتنجان. انا كان عندي البنجر اللي مخزناه في التلاجة، وطبعا البنجر بخزنه زي ما هو كده، الواحدة بوحدتها كده في التلاجة. يا دوبك بس بشرت منها حته صغننه، طلعت بنجرايه كده صغيره، وخدت منها يا دوبك واحده تعملي لون كده في البتنجان بتاعي. معايا 3 حبات من الليمون زي ما انت شايفه كده، وقطعتهم وهعصرهم بايديا. سيبك بقى من العصاره، انا عايزه الليمونه كده تطلع ببهارزها بحلاوتها كده، واعصريها بالسكينه كده زي ما بوريكي. والقشر بتاعها ما ترميهوش برده في نفس الخلطه، حطي كله في الخلطه. ايوه، اعصري كده وارمي القشره في الخلطه برده، كله كله هنحطه على بعضه. تمام. الخلطه دي من جمالها بقى انك تحطي فيها حاجات جميله جدا، وتطلعي لك بتنجانيه كده بتاكليها ما شاء الله، يعني في فطار بقى، في عشاء، بتبقى تحفه جدا جميله قوي جنب الغدا، في اي بقى حاجه بقى، فطار غدا عشاء تمشي معاكي الله ينور. تمام. معايا كمان معلقه ونص كده من هريسه الشطه، وطبعا دي على حسب الكميه اللي عندك. انا اللي عاملاه ده كان كيلو بتنجان، اقل شويه كمان. معايا معلقتين كبار من الملح، وحطيت معلقه واحده بس من الخل، ما حطيتش غير معلقه خل واحده بس. ونزيل كده بكميه الميه يا دوبك على قد الكميه بتاعه المخلل اللي عندك، ما تزوديش ميه كتير، انا يا دوبك بس ايه، هغطي البتنجان بتاعنا زي ما شفنا كده في البدايه. تمام. وحطيت 3 معالق مهروسين من الثوم، وطبعا الاساسي في التتبيله بتاعه البتنجان بتاعنا هو الثوم، بيخلي طعمه حلو جدا وريحته جميله قوي. تمام. فانا حطيت ايه، حطيت توم وخل وليمون، وكمان معلقتين كبار من الملح. بصي بقى، هنا البدنجان طبعا كان بتدخل خلاص على السوا، عايز اقول لك هو هنا استوى تمام، بس مش السوا الكامل، لا ده السوا 3 ارباع سوا كده، اللي هو ايه، يا دوبك بس اهي، يعني محتاج سوا كمان، بس انا هطلعه على كده. ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. عشان لو عايزه تغيبيه معاكي، الكلام ده بقى لو واحده مثلا عامله كميه كبيره وعايزه تسيبها، ما تسويش البتنجان ابدا تسويه كامله، لا، خليه 3 ارباع سوا. طيب انا لو عايزه اسويه كامل، مثلا هو زي كيلو نص كيلو ويا دوبك هيكفيني يومين 3، لا سويه براحتك، مش هيجرى له حاجه. يعني لو حاسه انك هتستعمليه على طول وهيخلص منك بسرعه، سويه عادي. اما لو هيطول معاكي وجايبه كميه وهتخلليها، سويه بس 3 ارباع سوا بس. طيب انت هنا حطيتي عليه ميه، والميه احنا نعرف ان هي بتسود البتنجان. ما هي بقى الفكره في الورده الجميله اللي فوق البتنجانيه دي، انا ما شلتهاش ليه؟ عشان طبعا مش هتسود البتنجانيه بتاعتي تماما. وهوريكي دلوقتي بعينيكي. طبعا انا شطفته وهو سخن، ولو شطفتي البتنجان وهو سخن وشايله الراس بتاعته ديت هيسود. لا هنا بقى، هنا ما شلتهاش عشان مش هيسود. شايفه الجمال بتاعه؟ بصي قلبه ابيض ازاي وجميل، تحفه جدا. هتخليه بالراس بتاعته كده، هيبيض، يفضل ابيض معاكي حتى لو شطفتيه، وحتى لو عرضتيه الميه ساقعه مش هيجرى له اي حاجه. امتى يسود منك؟ ووقتي على طول، لو انا حطيته، لو انا سلقته كده من غير الراس بتاعته او الورده اللي فوق منه دي. تمام. هي دي بقى اللي بتحافظ على البتنجانيه بتاعتي من السواد بتاعها. طيب في مشكلة تانية ايه، يعني انا لازم افتحه كده؟ لا طبعا، براحتك خالص. انا دي فكرة اديتها لك، بدل ما هتطلعي البتنجانية كاملة مثلا، يعني ممكن تهدري منها ولا حاجة، لا انا هطلع نص واحدة بواحدة، نص واحدة عايزاها. برضو هي طريقة حلوة برضو جديدة في التقديم.
هتقسميه كده، مش عايزه تقسميه افتحيها من النص فتحه صغيره وحطيها بالتخليل بتاعها زي ما بنعمل كده. بس انا حبيت ان انا ايه اجدد في الفكره بتاعتنا، فتحته كده كل واحده اتنين. ويا سلام بقى لو البتنجانيه بتاعتك مقلبظه، يا خراشي على الجمال بتاعها، وطعمها بيبقى تحفه جدا. اللي هي البتنجانيه الملحمه تخينه شويه، المقلبظه دي بتبقى طعمها حلو جدا في البتنجان المخلل. بصي الخلطه عامله ازاي، الخلطه بس لوحدها تفتح النفس. يعني عايزه اقول لك هي دي بس لوحدها كده مشكله، يعني هي مشكله في طعمها، جميله جدا اللهم بارك. رصي بقى طبقة بتنجان وانزلي عليها بشوية شوية من المية بتاعت الخلطة بتاعتنا، ورصي تاني وحطي مية، رصي تاني وحطي مية، وهكذا لغاية ما نخلص الكمية. وزي ما قلت لك الاساسي الورديه اللي فوق دي بقى هي الجمال كله فيها، اللي هي بتخلي لك البتنجانيه عمرها ما تسود، وبتبقى جميله جدا وتعيش معاكي. كمان البتنجان المخلل يعيش معاكي وقت اطول. كانت امي الله يرحمها بتعمله بنفس الطريقه، والطريقه دي كانت بحبها جدا في التخليل. بس طبعا الجديد بيطلع كل يوم، كل يوم بتطلع وصفات جديده وطرق جديده، فبتخلينا نمشي وراه وخلاص كده، احنا بنمشي ورا الطرق الجديده. تمام، فان شاء الله يا رب الطريقه دي تعجبكم، والله جميله جدا. وعايزه اقول لك سهله جدا، يعني لا خدت حاجه وبقى ولا هتسيبيه يبرد ولا الكلام ده كله، هو تبرديه تحت الميه بسرعه بسرعه وهتطلعيه تخليليه على طول، مش هياخد منك وقت تماما. ولو عندك كميه زي ما اتفقنا ان انت عايزه تخليليها كميه كبيره وخايفه ان هي تبوظ منك، لا ما تخافيش، حطيها زي ما قلت لك كده 3/4 تسويه وفتحيها براحتك خالص، مش هيجرى لها اي حاجه ولا هيسود منك ولا هيجرى له اي حاجه. اه شايفه احنا كملنا الكميه كلها. حطيت بقى الجزء اللي فاضل كله الميه يا دوبك بالظبط. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ده كان الاذان. جنب بقى الكميه كلها كده زي ما احنا شفنا، وهنغطي بقى بالميه بتاعتنا كده. وقشر الليمون ده عايزه اقول لك ما تشيلهوش، اوعي تفرطي فيه، ده تحفه، ده تحفه جوه البتنجان كده، عايزه اقول لك روعه كده وجميل جدا. خلصيه بقى كده ويا دوبك بس تغطيه بالميه بتاعته، لو محتاج سنه كمان زوديه، بس هو كده حلو جدا. وعايزه اقول لك بقى كلي منه احلى مخلل بتنجان ممكن تتخيليه على جماله وشكله. وان شاء الله لو عرفت ان انا اصوره لكم بعد ما احمر كده وجميل. مش عايزه تحطي البنجر ما تحطوهوش على فكره، هو الليمون ممكن يحمره لك عادي وهيخليه لك زي الفل. البنجر برضو من الحاجات اللي ممكن تستغني عنها وممكن تحطيها، بس انا بحطه بيديله لون حلو جدا، لون وردي كده جميل. وهو بعد يوم او حاجه بتبص تلاقيه لونه جميل قوي، بيبقى شكله حلو جدا ويفتح النفس بجد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم باذن الله، ويكون خفيف عليكم، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.